بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل، صباح الهنا وصباح الياسمين، صباح الفل على عيونكم يا احلى متابعين. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ايه رايكم في البصمات دي يا جماعه؟ اهم حاجه ما تنسنيش في اللايك والشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل جديد. بسم الله ما شاء الله، من احلى البصمات اللي انت تاكليها وتعمليها في بيتك. يعني انت مش هتحتاجي ان انت تعمليها من بره. يلا بينا نشوف المقادير. انا على فكره يا جماعه انا كنت عاملاها تاني يوم ما كنت منزله الكريب، بس هقول لكم على اللي حصل دلوقتي. بس هنشوف المقادير بتاعتنا. معايا كوبايه ميه دافيه، معايا معلقه خميره كبيره، معايا معلقه سكر، معلقه شمر، معلقه نص معلقه صغيره ملح، ما تكتريش الملح. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. نص كيلو دقيق عمل معايا كميه حلوه قوي. انا معايا معلقه السكر اهي، حطيت ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه. هتكبري الكوبايه، كبري المقادير بتاعتك. يعني النص كيلو واخد معايا كوبايه الا ربع ميه. تمام. حطيت بقى معلقه الشمر، معلقه السكر، ومعلقه الخميره، ومعلقه ملح صغيره، ومعلقه خل اهيت بتخلي العجينه بتاعتك هشه وجميله. ونص كيلو من الدقيق دي جميع الاستخدامات يا جماعه. اقول لكم انا ما نزلتش من تاني يوم، ما كنت منزله الكريب دي معمول تاني يوم على طول. العيال كانوا تعبانين، وكان عندي طبعا ربنا يا رب يديكوا الصحه، كان عندي حاله وفاه هنا، حاله وفاه. مرات عمي كانت توفت وكده، يعني الله يرحمها. فانا ما نزلتش من يومها، وكان عندي مشكله في النت، والعيال كانوا عيانين. فالاسبوع ده يا جماعه يعني عدى على خير الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله يا جماعه، والله نفر يشكر ربنا على مجايبه الحلوه. الحمد لله. ادي العجينه بتاعتي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. جميله. انا عايزاها ناعمه، هتفضلي تعجيني فيها. شوفي الدقيق بتاعك هياخد ايه. انا الدقيق بتاعي خد كوبايه ميه وربع كوبايه من ميه تانية، من كوبايه تانية، يعني خد كوبايه، كوبايه الا ربع. بسم الله ما شاء الله. الدقيق جميع الاستخدامات. اهم حاجه ان انت تنسنيش في اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشتركي في قناتي عشان تتضمي لعيلتي الجميله. انا معايا ناس محترمه، ربنا يا رب يبارك فيهم ويخلوا لهم عيالهم، اللهم امين. هتجيبي بقى تفردها كده الكرة بتاعتك، هتقسميها على 2، وهتبدأي اللي انت تجيبي السمسم وهتفردي عليه، ولا هتبرمي عجينة ولا اي حاجة. انت هتفرديها على الرخامة، وهتحطي السمسم بتاعك، وهتبدأي اللي انت تضغطي عليه، اضغطي عليه بايدك علشان يخش في العجينة بتاعتك. تمام. هتبداي بقى تجيبي القطاعه بتاعتك او سكينه او المتاح عندك. هتقطعيها كده، تسوي العجينه بتاعتك عشان تعرفي اللي انت تقطعيها سيور رفيعه او قطع رفيعه خالص، زي ما بتجيبها من محلات اللي هي المخبوزات. بصوا يا جماعه جميل. هي بصوا جربوه، انا مش هحكم على حاجتي الا ما تجربوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نص كيلو دقيق عملوا كميه حلوه. بالنسبه لك كمان للعيال عيانين وكده، فقلت اما اعمل لهم حاجه يغمسوا بهم كده بدل ما ياكلوا حاجات تانية. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كان طعمه حلو يا جماعه. كل اللي اكل منه شكر فيه، حتى العيال شكروا فيه وقالوا لنا اعملي لنا كمان. يعني كنت عامله نص كيلو، قالوا لا اعملي لنا كمان عشان هو طعمه حلو. الشمر مع الحاجات اللي انا حطاها مخليه طعمها حلو قوي يا جماعه. يعني الشمر وحبه البركه، عايزه تستغنى عن حبه البركه حط شمر. هو بيديلها طعم حلو او بيديلها تيست حلو يا جماعه. شوف انا عاملاها سيور ازاي، وانت بتشتغلها من على الرخامه بالراحه علشان ما تمطش منك، ما عشان انت اتحكمي في العجينه بتاعتك براحتك عشان ما تمطش منك. ما شاء الله يا جماعه، نص كيلو اهوت. غير ما العيال كمان بقيت اديلهم كده ياكلوا ورايا. بسم الله ما شاء الله، قلت لهم هصور وبعد كده كلوا براحتكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا قلبها بقى، شوفوا قلبها عامل ازاي، ولا هتبرموا عجينه ولا اي حاجه. قلبها هشش يا جماعه ومش مكتومه، وكانت بتقرمش، وكان طعمها حلو قوي والله. بسم الله ما شاء الله، جربوها وانت اللي هتحكمي بيه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. تصبحوا على خير.